سبحان الله. القصة فيه الصديق اللي عنده مزرعة وعنده عامل، العامل من الجنسية اليمنية. يقول أبو عبد العزيز العامل نشيط وراعي طاعة وراعي صلاة ومتزوج وعنده عيال، طبعا هذا كلهم في اليمن بس هو يشتغل عندي ومبسوط. يقول ذاك اليوم جيت لقيته مختلف علي. خير يا اسمه نبيل، خير يا نبيل عسى ما أشر. قال والله عندي ظرف عائلي، والله أنا ما حبيت أدخل في أعماقه، لكني أنا يهمني جدا أن العمالة اللي عندي يكونون سعداء. يا سلام. فيقول كل ما أخذت يوم يومين ثلاثة كل ما له يزداد عليه الحزن والضيقة. فاضطريت ذاك اليوم اني امسكه، قلت شوف ترى الانسان يعني ما خلق الحاله، الانسان يحتاج الى من يوجهه، يحتاج الى من يوحيه. انا يمكن ما عندي علم، لكن ربما انك تقول لي كلام اسليك اما بايه ولا اسليك بذكر ولا اذكرك بالله سبحانه وتعالى. يمكن انك انت افقه مني، لكني لازم اصير لك سند ولازم اذكرك ولا عاونك ها خدمك. كل الكلام يشرح له. قال يا عمي انا متزوج في اليمن وانا وحيد ابوي وامي، لا عندي اخت يعني وحيدهم من الاولاد، وعندي ولدين وبنت، واختي هذا متزوجه اخو زوجتي ومن قبيله ثانيه. طيب قالوا زوجتي يحبها ابوي وامي والعيال مبسوطين وانا احولهم كل شهر من راتبي. طيب شو اللي صاير؟ قال صار زعل بين اختي وبين زوجها، وصل إلى حد أنه طلقها وجابها عندنا في البيت. الحين أمي وأبوي يشوفون بنتهم مطلقة، وبنت أخت اللي طلقهم عندها في البيت مكرمة معززة، فاتصلوا علي قالوا طلقها. وأنا الحين حيران وإمكانياتي ما تسمح لي أفتح بيت ثاني، وهالمرة تخدمهم في البيت حتى هم يعني لو أسمعك رسائلهم الصوتية ما تصدق، كلها مدح وثناء عليها، هي اللي تسوي فطورهم واللي تسوي غداهم، واختي ما هي مقصره. لكن يا فلان انا في حيره ما يعلم فيها الا الله، الا ابوي وامي يبوني اطلقها وانا منها عيال واحبها وتحبني ومجبريني على شيء انا اكرهه. ولا له موجب. سم اقول ولا له موجب. ما في شيء. اسالهم قلت هي مسويه غلط؟ قالوا لا تتكلم، حنا كل ما شفنا اختك عندنا هي ورعانه في البيت تبكي، وش هالإنسان اللي يطلق أختك ولا نطلق أختك؟ ويقول وأنا أحاول فيهم. قلت طيب من فيه مشايخ عندك في القرية، إمام جامع إمام مسجد، حاول تخليه تكلمه وتقول له يروح لأبوك وأمك. قال والله يا فلان أنا والله في حيرة ما يعني كل يوم أرسل لنا وكالة بطلاقها بعد، تبي حنا نطلقها مو بنت. فأنا عايش في حيرة ما يعلم فيها إلا الله.